ده اهم فيديو هتشوفه في تاريخ الاصابات. ولو انت لسه مقتنع ان التواء الكاحل هو نوع واحد بس ومفيش اي نوع تاني تبقى حرفيا مغيب. ولو انت من الناس اللي عايزه تفهم وتتعلم هتكمل معايا بقى الفيديو ده للاخر. ببساطه كده النوع ده هو الهاي انكل سبرين، يعني لما رجليك بتتلوي لفوق بوضع الدورز فليكشن وبيحصل كمان معاه حاجه اسمها الاكسترنال روتيشن، دوران للخارج. وقبل ما نتكلم عن المشكله دي اصلا لو جينا شفنا التشريح بتاعها هنلاقي ان في رباط امامي بيكون تحت كده ما بين عظمه الشظيه وعظمه القصبه نفسها، ودي للاسف اللي بيحصل فيها المشكله، ان كان بقى قطع جزئي او قطع كلي والكلام اللي احنا عارفينه دوت. فانت من هنا هتسال نفسك سؤال مهم قوي، طب مين اكتر ناس بيحصل لهم المشكله دي؟ اول حاجه لعيبه الكوره، تاني حاجه ودي الاهم لعيبه الباسكت، لان دايما حركاتهم بتكون معتمده على الجامب والنط. ومش هيختلف عليهم برضو الناس الرانرز اللي هم بيجروا لما يجوا يعملوا مثلا الستارت اب ويبداوا مثلا يجروا بسرعه كبيره قوي. واخيرا بقى لو انت عايز تعرف فعلا اسبابها ايه واعراضها وازاي اعرف اعالجها واعمل لها تاهيل وكده، انصحك تشوف اول فيديو بتاع التواء الكاحل من الجنب. واخيرا بقى لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سيف ولايك وريبوست وتابعني كده عشان يوصلك كل جديد.